السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنتكلم عن القولون العصبي. ايه هو القولون العصبي؟ اعرف ازاي ان انا عندي قولون عصبي ولا لا؟ وايه علاج القولون العصبي؟ باختصار شديد، القولون العصبي في منه نوعين: نوع هضمي ونوع عصبي. النوع الهضمي ده اللي هو ما بيجيليش اي اعراض جانبية غير ان انا لما باكل بيجيلي انتفاخ، وده علاجه سهل وبسيط ان شاء الله. ممكن نستخدم له حبوب اسمها كربون، دي للغازات، شركة الاركو فارم. وفي شركة اللي هي ايو كربون، دي بتبقى حبيتين بعد الغداء. او ممكن نستخدم له حاجة شبه الانزيماكس، او حاجة اسمها دايجستيل. الحبوب اللي انا ذكرتها دي بيبقى الغرض منها بتساعد على الهضم، فبتاخد واحدة بعد كل وجبة او اتنين بعد الوجبة الاساسية، او حسب الوجبة اللي انت اكلتها فبتزود بعدها اتنين. مفيش منها اي ضرر غير انه بيساعد على الهضم. ممكن تعتبره البيبسي الحلال. كمل كلام عن القولون العصبي. مبدئيا يا جماعة الخير، القولون العصبي بيبقى عصبي بمعنى ايه؟ جاي من هنا. انا بفكر، انا بتكلم، انا مضغوط من حاجة، فبيقوم مسمع على طول على القولون. فبيحصل بقى انقباضات، اضطرابات، غازات، ألم، اسهال، امساك، اسهال وامساك. كل ده ناتج عن ايه؟ عن فكر. طيب هل ده بقى معناه ان هيبقى في علاج؟ علاجه ايه؟ هو ناتج من الفكر، ان انا مضغوط فكريا، ان انا ابطل فكر. هل انا هبطل فكر؟ لا. اذا هو ليه علاج؟ لا. علاجه نقلل تفكير او نقلل الضغط العصبي اللي احنا بنبقى فيه شويه. ازاي؟ بنقول لك بقى انزل اتمشى، بنقول لك العب رياضه، بنقول لك كل خضار وفاكهه واكل صحي قدر المستطاع عشان نبعد عن الغازات، او نبعد عن الامساك، او نبعد عن الاسهال. ولكن كل ده اخذ بالاسباب، ما بتروحش 100%، بتفضل موجوده. لو حصل لي اي حاجه او اتضغطت من اي مشكله، القولون العصبي مكمل معاك. انت شخص عندك قولون عصبي للأسف الشديد. فبعض الناس برضو بيجولي، لسه كان امبارح عميل بيلف بوالدته كتير، عمل فحوصات على المعدة، ما عندهاش اي مشكلة، لان هو طبيعي اي اشعة او اي تحاليل تطلع الحمد لله كويسة. ولكن الفكرة كلها ان والدته لما بتضغط فكريا او بتضغط في الامور المادية او حصل اي مشكلة في البيت بتبان. هنتكلم بقى دلوقتي لو انا القولون العصبي بتاعي بينتج عنه اسهال، بينتج عنه امساك، ناتج عن الفكر. هل كده خلاص ما اخدش حاجة؟ لا طبعا. امال احنا هنا موجودين بنعمل ايه؟ هتاخد علاج، ولكن تبقى عارف ان هو بيروح ويجي كل شوية. وهشرح لك دلوقتي كل علاج بيعمل ايه، وتاخده امتى، وكم مرة، وازاي. يلا بينا. بنستخدم واحد من العلاجات دي، بيرين، الاس ار، او الدوسبيتالين ريتارد. الاتنين واحد يا جماعة، الاتنين واحد، اختلاف شركات بس. ده الفرق بينه بين ده وده، ان ده بيطلع واحدة واحدة على مدار اليوم، ما بيطلعش مرة واحدة. فبيكون احسن في التسكين يعني. انما الاخ ده بيطلع مرة واحدة، بيكون اسرع في التسكين. فده الاحسن على مدى اطول، وده الاسرع. اي واحد من العلاجات دي بتتاخد على معدة فاضية، مرة الصبح ومرة بالليل كل 12 ساعة. وبعد كده ما توقفوش. لو انت مريض قولون، كل يوم، يبقى يوم بعد يوم، كل يومين. او لو انت الموضوع شديد معاك، يبقى كل يوم قرص صباحا على معدة فاضية على الاقل، لان خير وسيلة للدفاع الهجوم. طالما انت عندك قولون، تاخد واحدة كوقاية، هتلاقي امورك مشت وتمام يعني. لكن لو الموضوع معاك بيجيلك على فترات متباعدة، يبقى خلاص وقت ما تتعب تاخد العلاج ده. لكن لو مستمر معاك، يبقى تاخد واحدة على الأقل كل يوم الصبح. والفترة اللي انت تعبان فيها تاخد مرتين في اليوم لمدة أسبوع، بعد كده ترجع لواحدة بس في اليوم وخلاص. ولازم تجرب يعني. مو في ناس بتاخد مرتين في الأسبوع بس وخلاص، وأموره ماشية وطيبة ومفيش مشاكل يعني. فده العلاج الأساسي لتهيجات القولون. وبناخد حاجات للمعدة لو انت بيجيلك ارتجاع
في المريء، او انت عندك حموضة شديدة بعد القولون، او عندك مشاكل في المعدة او مدخن، لازم أن تاخد العلاج ده. بيتاخد برضو مرتين على معدة فاضية، مرة الصبح ومرة بالليل. ولو انت واكل يبقى بعد الاكل بساعتين. كل دول واحد يا جماعة، بيبقى في منه شركات مختلفة بمواد فعالة مختلفة، احسنهم ده. تمام. ولكن عادي لو انت خدت اي حاجة من دول عادي خالص، نفس الفكرة مرتين. من ضمن الأعراض الجانبية بتاعة القولون العصبي، بعض الناس بيجيلها إسهال، بعض الناس بيجيلها إمساك، بعض الناس بيجيلها الاتنين مع بعض، إسهال وإمساك. فالعلاج في الحالة دي بناخده مرة لغاية لما نبقى كويسين، وبعد كده بنوقفه. وهو حاجة اسمها بايو فايبرز، وحاجة اسمها بكتيريا نافعة. هصور لكم كراتين، بصوا عليها، ومش لازم نفس الشركة، هاتوا أي حاجة نفس الفكرة شركة تانية عادي، مش هيبقى فيها أي مشكلة. دي البكتيريا النافعة يا جماعة الخير، دي فايدتها بتظبط الوسط بتاع المعدة، وتنفع في الإسهال وتنفع في الإمساك، تنفع في الحالتين. ودي كبسولات الفايبر، بتتاخد برضو كبسولتين في اليوم. البكتيريا النافعة كيسين في اليوم، ديت كبسولتين في اليوم أو 3 عادي. بترطب الجسم وتمنع الإمساك، أو